احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنه الطواف، واذا برجل لا نعرفه، وبعدين نبص له ما نلاقيش. يقول الشعراوي عندما كان في السعودية أستاذا لكلية الشريعة الإسلامية ومعه رئيس البعثة ومجموعة من كبار الأساتذة والعلماء، كانوا يجلسون في فندق ومعهم شيخ علماء المملكة العربية السعودية في ذاك الوقت، وكانوا كلما جلسوا مع بعضهم تناقشوا في بعض المسائل. فمن ضمن الأشياء التي أثارها أحد العلماء هو الرقم 7، حيث قرأ فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنه: أتعرف متى ليلة القدر؟ فقال ابن عباس: أغلب الظن أنها في 27، لأن الله خلق 7 سماوات وخلق الإنسان في 7 مراحل، وأنزل له مقومات الحياة 7 مراحل، فأظنها ليلة 27. فأشكل عليهم الأمر بما أن هذه 27 وسر الله في خلقه 7، فلا هي من أضعاف 7 ولا هي 7. فاقترح أحد العلماء أن يقوموا ليصلوا ركعتين في المسجد الحرام لعل الله أن يلهمهم الصواب، لأن الشعراوي كان يقول لهم: كلما حذبكم أمر قوموا إلى الصلاة. وبعد انتهائهم من صلاة ركعتين دخل عليهم رجل لا يعرفونه وقال لهم: وإذا برجل لا نعرفه. أم قال: الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الأواخر؟ ما تسيب 20 يوم وتحسب، وبعدين نبص له ما نلاقيش. قعدنا سيبنا 20 يوم، كأن وحدة الزمن اللي هتوجد فيه ليلة القدر مش 20 يوم دول. هو قال التمسوها في العشر الايه؟ الأواخر. والعشر الأواخر نعد بقى نبقى هي الوحدة. شوف السبع فيها مين؟ قال لك ليلة 27 وفوق كل ذي علم